فده برضه هيفرض سؤال تاني، هل كل اليهود اللي جم مصر جم من الشام فقط؟ لا بالتأكيد لا. طب ايه المناطق الجغرافية الأخرى اللي ورد منها هجرتهم؟ شرق أوروبا كانت منطقة يعني جاء منها عدد كبير من لما يكون في كتاب سماوي بيدين به عدد من البشر في المنطقة المحيطة بمصر وفي مصر نفسها بل وفي الإسكندرية، بالتأكيد هيكون فكر بطليموس من الطبيعي جدا أنه يفكر في ترجمة هذا الكتاب. الترجمة أصلا، حركة الترجمة كانت لها قوة كبيرة جدا في عصر بطليموس فيلادلفوس، وأنشئت دار للترجمة وأنشئ وظائف رسمية للمترجمين. يعني ما فيش نصوص تاريخية بتشير إلى عدد اليهود في كل مكان أو تمام. كيفية وجودهم، شكل وجودهم كان إيه، إلا في منطقة الشام. طب إيه اللي ممكن نقوله بالنسبة ليهود الجزيرة العربية؟ يعني ما كانش فيه هجرات مثلا من الجزيرة العربية أو اليمن من اليهود؟ كان في هناك يهود يعني بكثرة؟ كان في يهود طبعا، المعروف المدينة كان فيها يهود واليهود حيثما وجدت التجارة أيوة. وجد اليهود. هل يمكن يا دكتورة منى ان احنا نقول ان الترجمة السبعينية قد ساعدت بشكل مباشر في انتشار قصص بني إسرائيل وعقيدتهم في ربوع الشرق الأدنى القديم ولاحقا في أنحاء أوروبا؟ بالتأكيد. أيوة. يعني كل التاريخ الشفهي بالتأكيد مهم. أيوة. لكن وانس كتب أصبح لدينا مرجعية، فهذه المرجعية قد لا تبقى هي كما هي حين نشأت، لأنه بالتأكيد بتدخل عليها حكايات وروايات فلكلورية وتراث شعبي وغيره وأساطير أيوة. لكن الأصل موجود، وبالتالي من السهل أنه ينتشر. أيوة. في كافة الأنحاء. العلم حصل فيه كده، صحيح. مش بس الكتب السماوية. أنا فهمي لمسلك بطليموس أيوة. فيلادلفوس. أيوة. هو كان ملك مثقف. أيوة. ومحب للعلم، وبالتأكيد بطليموس وإن كانت فكرة مكتبة اسكندرية والموسيون كانت فكرة بطليموس الأول من خلال الكاهن مانيتون المصري السمنودي، إلا أنه المكتبة بالفعل أخذت شكلها واكتمالها وتأثيرها في عصر بطليموس فيلادلفوس. بطليموس فيلادلفوس كان أيضا كاتبا وأديبا. وإن كان ما وصلناش كتاب، ولكن عندنا أدلة وثائقية على ذلك. وبطليموس لم يألو جهدا في الحصول على كافة مصادر المعرفة في كل أنحاء العالم. لما يكون في كتاب سماوي بيدين به عدد من البشر في المنطقة المحيطة بمصر وفي مصر نفسها بل وفي الإسكندرية، بالتأكيد هيكون فكر بطليموس من الطبيعي جدا أنه يفكر في ترجمة هذا الكتاب. الترجمة أصلا، حركة الترجمة كانت لها قوة كبيرة جدا في عصر بطليموس فيلادلفوس، وأنشئت دار للترجمة وأنشئ وظائف رسمية للمترجمين. لأنه كانت الكتب تأتي بكل لغات العالم القديم وتروح دار الترجمة لتترجم إلى لغات أخرى، وخصوصا اليونانية والمصرية. وبالتالي هو يهمه أن الشعب يفهم بعضه، يهمه كمان أن الأمور اللي تتعلق بالديانة يكون فيها لقاء بين الناس أصحاب الديانات. هل كانت مراجعة الترجمة اليونانية اللي هي السبتاجنت دي، يعني هل كانت هناك مراجعة من المكتبة للتأكد من دقتها ومراعاة الأصل العبري، أم أن ترك الأمر كله للكهنة اليهود؟ هو الأمر أحيط بجو أسطوري كبير، وأنه السبعين يوم كاهن في 70 يوم، و70 ترجمة طلعوا متطابقين ومفيش خلاف بينهم، رغم أنه كان كل واحد فيهم في عزلة وما إلى ذلك. وبالتالي الجو الأسطوري غطى على الحقيقة التاريخية. ما عندناش حقيقة تاريخية تقول لنا إذا كانت رجعت أم لم تراجع، لكن بالتأكيد هذه الترجمة بعد
صدورها وبعد إتمامها أصبحت هي الترجمة المعتمدة في مصر أيوة. للعهد القديم بس أو ما عندناش للتوراة. سجلات تفيد بمراجعة تمت. لا سجلات لا. تمام. سجلات لا. طب دكتورة منى، لو طرقنا الجانب الأسطوري طبعا اللي حضرتك يعني تطرقتي إليه، ال 70 يوم و72 كاهن ومدى تطابق الجميع النسخ في شكل أسطوري غير تقليدي، بس إن المصادر دلوقتي التاريخية ومنها اليهودية على فكرة بتميل إلى ترجيح إن الترجمة بدأت في القرن الثالث قبل الميلاد وانتهت حوالي 132 قبل الميلاد، مش 70 يوم. يعني بعض المصادر والمؤرخين بيؤكدوا أن الترجمة قعدت مدة طويلة وعلى فترات، فلا ترين أن هذه المدة الطويلة قد سمحت باحتمالية أن تكون الترجمة قد تمت على مراحل وأضيف لها أكثر من مرة؟ ده وارد بالتأكيد، وممكن تكون نقحت عدة مرات نقحت بعد اكتمالها حتى، لأنه جميع الكتب اللي كانت موجودة في مكتبة اسكندرية كانت محل دراسة من علماء المكتبة. احنا عندنا حاجة اسمها السكولياست اللي هم الشراح، دول كانوا بياخدوا أمهات الكتب، وبالتأكيد التوراة هتكون واحدة من الكتب يعني أيوة. اللي تناولها الدارسون في الموسايون. احنا لازم نفرق طبعا بين الموسايون وبين المكتبة. أيوة. المكتبة إحدى المؤسسات التي تخدم الموسايون. الموسايون هو دار العلم. أيوة. الرئيسية. العلماء ينتمون إلى الموسايون ويستخدمون المكتبة. أيوة. العلماء بالتأكيد أخضعوا كافة الكتب للدراسة. طيب ده برضو هيخلينا نقفز إلى السؤال التالي. برضو برغم علمنا بمدى ولع بطليموس الأول سوتر وابنه فيلادلفوس من بعده بمشروع مكتبة اسكندرية القديمة، ولكن في ظل حروب طويلة بين السلوقيين والبطالمة للسيطرة على سوريا وفلسطين في حروب 6 توافقت تقريبا مع توقيت الترجمة السبعينية والتي أعقبتها ثورة اليهود المكابيين ضد السلوقيين، ألا يمكن تصور السبب الخفي السياسي وراء تلك الترجمة هو محاولة كسب ولاء الطائفة اليهودية في فلسطين وسوريا وضمان انحيازهم في هذه الحروب إلى مصر والبطالمة؟ بالتأكيد ده مؤكد. احنا دايما عندنا في مسلك البطالمة جانب فكري وثقافي وجانب سياسي ما من شك، ومنطقة جوف في سوريا كانت هي نصب عيني البطالمة الأوائل، الأربعة الأوائل على الأقل. تمام. وهي منطقة الصراع الحقيقي في أقوى صراع في العالم آنذاك كان هو ده. صحيح. وبالتأكيد كسب اليهود أو السيطرة عليهم هو أحد الوسيلتين، لأنه الوجود المصري في جوف سوريا يرسخ ويستقر. بلا شك. حضرتك برضو أشرتي أن الميل إلى مهادنة اليهود وكسب ودهم كان استمر في الأربعة البطليموس لحد بطليموس الرابع، إنما برضو هنيجي نلاقي أن الاضطهاد ابتدى يمكن مع فيلباتور الرابع والخامس فيسكوس، والباترن ده والباترن ده بتاع المهادنة رجع مع بطليموس السادس لما ابتدى المكابيين يخشوا في صراع مسلح ضد السلوقيين، وابتدى اليهود يبتدوا يهاجروا تاني إلى مصر في هجرة فرارا من هذه الحروب الطاحنة. فابتدى الأمر، يعني أنا قصدي الباترن كان بيتغير طبقا للظروف العسكرية والسياسية. ممكن يعني يحصل فيه اضطهاد لما الأمور تستقر، وممكن يرجع للمهادنة والقبول ومحاولة كسب ود اليهود في ظروف سياسية تسمح بهذا أو تجبرنا على هذا. بالتأكيد من الطرفين. من الطرفين. ومن بعد عصر بطليموس الرابع أيوة. دخلت الدولة البطلمية في مرحلة ضعف وصراع على السلطة. صحيح. وأصبحت الدولة البطلمية مش هي الدولة البطلمية اللي تعاملت قبل كده مع هؤلاء اليهود في عهد البطالمة الأوائل الأربعة الأوائل. أيوة. وبالتالي كان من الطبيعي أن يكون تتأرجح العلاقة بين المهادنة وبين الاضطهاد أو بين الثورات. اليهود شاركوا في ثورات متكررة في اسكندرية. صحيح. بالتأكيد. مع دخول الرومان لمصر ابتدى اليهود يكسبوا جولات كتير بقربهم من الإمبراطور الروماني. وطبعا هم الجالية اليهودية كان هدفها تحقيق مكاسب إما سياسية وإما اقتصادية. سيطرة على التجارة أو الحصول على مكاسب في إدارية داخل الدولة.
إعفاء من ضرائب، سهولة الحصول على المواطنة السكندرية. المواطنة السكندرية طبعا ما كانش سهل الحصول عليها يعني. الجانب الآخر جانب سياسي بالتأكيد، سياسي بحت، أن الأشوريين لم يستقر حكمهم في مصر من قبل، الفرس لم يستقر حكمهم في مصر من قبل. لماذا؟ لأنهم لم يحترموا الطقوس والعقائد والآلهة المصرية، وبالتالي كان هناك دائما تخطيط في أماكن مختلفة من مصر وبالتحديد جنوب مصر للثورة وطرد هؤلاء الحكام. وهذا التاريخ ليس ببعيد وليس بغريب عن ملوك حاذقين زي بطليموس الأول وبطليموس الثاني. هم بالتأكيد جايين وعارفين هذا الموروث التاريخي لمسلك المصريين تجاه الحكام الأجانب. وبالتالي فكرة الولاء والاحترام لملوك لآلهة مصر بالتأكيد كان له هدف سياسي بالدرجة الأولى. أضف إلى ذلك نقطة مهمة جدا، أنه المصريين ما كانش ممكن يقبلوا ملك مصري لم تجرى له طقوس التتويج والتطهير التي تجرى للحاكم المصري، ولا يأخذ أي احترام أو قداسة، لأن الملك في مصر له شيء من القداسة بلا شك تأتي بطقوس يجريها الكهنة في معبد مصري، معبد الإله الرئيسي المصري ومعابد الآلهة الأخرى. وحين ذاك يكتب اسمه في الخرطوش ويصور وهو يقدم قرابين الآلهة المصرية. هذا إذن حاكم لمصر معترف به. فتشجيع الملوك لوفود أجناس مختلفة للمعيشة في المدينة الجديدة، العاصمة الجديدة لمصر الإسكندرية، كان تشجيع أيضا لليهود، لأنه المدينة كانت واعدة في ذلك الوقت، لأنها كانت تعد لأن تصبح المركز التجاري الأول في حوض البحر المتوسط. الحياة بالتأكيد كانت هتبقى حياة رفاهة ومتعة كبيرة في الإسكندرية، وده كان حافز لمعظم الأجناس ومنهم اليهود. بس عفوا دكتورة منى، يعني احنا يعني بنقرا في المصادر والسجلات ان بطليموس الأول سوتر بعد غزو منطقة فلسطين والشام استقدم عبيد من اليهود لا يقل عددهم عن 100,000، وابتدى يعمل لهم فرز الأقوياء والشباب منهم، يحطهم في السكنات والأماكن الحربية للدفاع عن المملكة الجديدة، والباقي كانوا عبيد وجالية ابتدت تبقى موجودة في اسكندرية. 100,000 استقدمهم سوتر أو بطليموس الأول. ما تعليقكم على هذا؟ أنا ما عنديش نص وثائقي أو وثيقة تشير إلى هذا العدد، لكن اللي نعرف ولا حتى خطاب أرسطياس. هو أرسطياس مؤرخ طبعا أو مصدر جيد، ولكن دايما محل نقد. يعني حتى ساعات احنا بنقول سودو أرسطياس، تمام، لأنه مشكوك في صحة وجوده يعني. وكتير من ما ورد في أرسطياس احنا ما بنقدرش ناخد بيه بشكل مباشر كوثيقة تاريخية يعني. تمام. وبالتأكيد كان فيها مبالغة. اللي نعرفه كويس انه بطليموس أيوة كان بيؤسس جيش وأسطول، بالتأكيد كان من دعائم المملكة البطلمية الأساسية. السياسة الرئيسية لبطليموس كانت الجيش والأسطول، خاصة أنه كان جنرال من جنرالات الإسكندر الأكبر، أكيد. ورجل عسكري في المقام الأول. نعم. وببدايات المملكة البطلمية في مصر كان همه العسكري أنه يؤمن حدود هذه المملكة، خاصة أن المصريين ما كانوش ابتدوا لسه يقبلوا هذا الكيان الأجنبي. فأعتقد أن اليهود كان لهم هذا الوجود اللي كان بيفيد بطليموس من ناحية عسكرية واستراتيجية، من حيث أن هو عدد كبير ممكن استخدامه كمرتزقة لحماية حدود المملكة الجديدة. اليهود وغيرهم، اليهود ما كانوش متميزين في ذلك عن باقي الجنود المدربين في أي مكان في العالم. استخدموا كمرتزقة.
جزء كبير منه. قد يكون اليهودي كديانة من الممكن يكونوا استخدموا كمرتزقة، ممكن يكون من أصول مختلفة. أيوة. يعني مش بالضرورة يكونوا يهود شام. أيوة. ممكن يكون واحد بيعتنق اليهودية أو عدد بيعتنقوا اليهودية وانخرطوا في سلك فده برضه هيفرض سؤال تاني، هل كل اليهود اللي جم مصر جم من الشام فقط؟ لا بالتأكيد لا. طب ايه المناطق الجغرافية الأخرى اللي ورد منها هجرته؟ شرق أوروبا كانت منطقة يعني جاء منها عدد كبير من الأجناس المختلفة والديانات المختلفة. واليهود من أنا بقصد منطقة بلاد اليونان وبحر إيجا وجزر بحر إيجا والمنطقة دي بالتأكيد جاء منها. هل كان في شرق أوروبا جالية يعني يهودية في عدم وجود حتى لسه ترجمة للتوراة إلى اليونانية؟ احنا ما عندناش أدلة تاريخية لذلك إطلاقا. يعني ما فيش نصوص تاريخية بتشير إلى عدد اليهود في كل مكان أو تمام. كيفية وجودهم، شكل وجودهم كان إيه، إلا في منطقة الشام. طب ايه اللي ممكن نقوله بالنسبة ليهود الجزيرة العربية؟ يعني ما كانش فيه هجرات مثلا من الجزيرة العربية أو اليمن من اليهود؟ كان في هناك يهود يعني بكثرة؟ كان في يهود طبعا، المعروف المدينة كان فيها يهود واليهود حيثما وجدت التجارة. أيوة. وجد اليهود. تمام. والجزيرة العربية منطقة تجارية مهمة جدا. صحيح. لكن بالتأكيد وفودهم إلى اسكندرية في بداية العهد البطلمي كان بالتأكيد وراه هو التجارة البحرية، فكرة بقى السيطرة على منافذ البحر المتوسط التجارية. تمام. وده شيء بالتأكيد بيأكد لنا أنه اليهود كانوا من ضمن الجاليات أو من ضمن الأعداد الكبيرة اللي وفدت إلى مصر في ذلك الوقت. أيوة. لكن هل هناك وثائق تدينا أعداد أو تؤكد لنا المصدر أو المكان اللي جم منه؟ لا أعتقد.